السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. أنا حابب أعمل تعليق سريع كده على الموضوع اللي شغال حاليا، موضوع القبض على التيك توكرز. في البداية كده أنا يعني قلبا وقالبا مع حاجة زي كده، يعني طبعا أنا ضد فكرة إفساد الذوق العام وتدمير الأخلاق والكلام الحلو ده كله. بس أنا ليا تعليقين كده صراحة، يعني حابب إن أنا أفكر فيهم بصوت عالي معاكم. أولا، هو ليه دلوقتي يعني إحنا التيك توكرز دول موجودين من سنين، وكان بيتقدم بلاغات وبتتحفظ اصلا من قبل ما تطلع، وكانت ناس على طول بيبقى فيه مطالبات بمحاسبة التيك توكرز دول، ويبقى فيه رقابة على الموضوع. فحاليا فجأة كده اتقدم بلاغات من كمية كبيرة من المحاميين، والبلاغات دي اتنفذت فورا، الناس دي اتقبض عليها بسرعة جدا. فالموضوع أنا بالنسبة لي كده يعني مثير للشك شوية. لو اتفرجت على الفيديو الأخير برضه هتلاقي فيه إن أنا اتكلمت عن نفس الفكرة يعني. بس الموضوع إن هو يطلع فجأة ويتنفذ بالطريقة دي وبالسرعة دي والتنفيذ يجوا يقبضوا عليهم كده في لحظات. الموضوع ده يعني بالنسبة لي غريب، وخصوصا برضو ان قبليها برضو فكرة برضو اللي هي بتاعت قضية الرأي العام بتاعت تجارة الأعضاء برضو اللي انتشرت بشكل كبير جدا وفجأة، وبرضو نفس الفكرة اللي هو كان ممكن تتفتح من سنين. فالمهم ان الموضوع ده كله انا بالنسبه لي يعني هو تغطيه على حدث ما. وطبعا انا بالنسبه لي الحدث الاكبر واللي بيحصل حاليا هو طبعا موضوع اخواتنا اللي معمول عليهم الاباده في غزه، وموضوع السفارات والقضيه اللي بدات تزداد دي. فده في مخيلتي ان ده تغطيه على ده. ويا رب اكون برضو يعني انا اكون مخطئ، يعني يكون في فعلا نية للاصلاح. ولو افترضنا ان في نية للاصلاح، فانا برضو ليا هنا حتة كده تعليق بسيط برضو. اولا، هو اصلا ان طريقة القبض صراحة انا شايفها يعني طريفة، ان كلهم او يعني كان معظمهم اتقبض عليه بحيازة برضو مخدرات. والطريف في الموضوع ان مثلا واحد زي شاكر ده اتقبض عليه بعد بتاع 8 ساعات مثلا، او عدد ساعات كتير يعني من الباقيين. وبرضه لما اتقبض عليه كان لسه في حيازته المخدرات. فدي بالنسبة لي يعني غريبة جدا، يعني لو عارف ان في حاجة زي كده بتجرى حواليا، اكيد اول حاجة هعملها ان انا اتخلص من حاجة زي كده. فيعني برضه يا رب يكون ظني انا اللي سيء. بس يعني الموضوع صراحة حاسه يعني استخفاف بالعقول قوي. والحاجة اللي بعديها الحاجة التانية بقى، هو اشمعنى الناس دي اللي بتتحاسب يعني. يعني دلوقتي احنا لما بدأنا نفكر في حتة بقى اللي هو اصلاح القيم والكلام ده، وان الناس دي بتعمل افساد والحاجات الحلوة دي كلها. فمجال زي مجال السينما والتلفزيون دول فيهم افلام وفيهم مسلسلات اتعملت السنين اللي فاتت فيها كمية من الاسفاف والقذارة، يعني يمكن اكتر من التيك توك نفسه يعني. وكان في افلام حتى ممكن انت تفتكرها بعينها كده كان فيها كمية اسفاف وايحاءات وكلام خارج وشتيمة، يعني فوق الحد يعني. فاشمعنى التطبيق القانون مثلا او الحتة بتاعت الاخلاق دي، فهي اتطبقت بس على الناس دول. انا يعني ممكن اقول ان هم الضعاف من المفسدين، وما اتطبقتش على ناس تانية يعني. فاحنا لو هنطبق قانون لازم يبقى يتطبق على الكل. وفي مثلا حتة مثلا عدت كده على ودني ان هي مثلا حد منهم اتوجه له ازدراء اديان حاجة كده. طيب واحد زي ابراهيم عيسى مثلا، ده اللي هو يعني ملك ازدراء الاديان، يعني اشمعنى ده كان متساب او ما زال متساب يعني. يعني ده كان عامل برنامج كامل عمال يقلل فيه من الناس ويغلط في ناس ويقول كلام حتى استفز ملايين المسلمين يعني. فاللي هو فين ازدراء الاديان بقى من ابراهيم عيسى يعني. فيعني يا ريت لو احنا فعلا ناويين نصلح، ويعني افترضنا حسن النية، فان القانون يطبق على الكل. ولازم يبقى القانون واضح، لان حتة زي ان انت بتفسد الذوق العام والكلام اللي هو العايم ده، فدي ملهاش ملكة. فانت يعني ما تخليش ان الموضوع يبقى ملوش ملكة، فاي حد ما يعجبناش نطلع نحطه تحت الكافة دي. ولازم يبقى واضح انهي ليفل بالظبط ده اللي يبقى كده انت عديت فيه، بحيث ان برضو يقدر يتطبق برضو على نجوم السينما ونجوم التلفزيون نفس القانون يعني. فزي ما هنحاكم هنا نحاكم هنا، والموضوع يبقى فيه عدل. آه فيعني يا رب ربنا ييسر لنا الحال. وبرضو احنا لازم نركز في كل حاجة بتحصل ونشوف هي بتحصل ليه وازاي. الله غالب.